بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة الأمين. نحمد الله على أن من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من أهل القرآن، ونحمده على أن هدانا إلى سنة سيد الأولين والآخرين، ونحمد الله على فضله وتوفيقه أن جعلنا أمة وسطا لا غلو فيها ولا جفاء، على فهم سلفنا الصالح أصحاب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن من يسمو بالقرآن ويرتقي ويعيد للأمة المسلمة أمجادها بنشر المحبة والسلام في العالم الظمآن. ألسنا الأمهات والدات العلماء والمجاهدين ومنبت التربية على الهدى والدين؟ الله وعدنا ووعده الحق أن لنا العقبى والتمكين متى ما تمسكنا بكتابه العظيم وهدي نبيه الأمين، فوق أي أرض وتحت أي سماء، ولو كنا عجما لا ننطق بالضاد، فدين الله لمن أخذ به وعمل له، فبه يسود وبه يسعد وبه يمكن وله العاقبة في الدارين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك